صباح النور، صباح التفاؤل، صباح السعادة، صباح كل حاجة حلوة في الدنيا يا ربي. نتمنى لكم الخير للناس الكل ليك، نتمنى ليكم لصغيراتكم للأمة الإسلامية الكل ليك. تكونوا بخير وتكونوا في أسعد أياماتكم. نهير الجديد كما شفتوا اليوم. وقبل ما نبداو الفيديو متاعنا ما ننساوش نصليوا على الهدي المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هيا يا البنات، اليوم الفيديو متاعي بديته من باب الدار. حبيبات قلبي، باب داركم يلزم يكون نظيف، يلزم يكون مصيق، يلزم يكون هكا مورد هكا. يا حبذا يا حبذا، انا ما عنديش ما نكذبش عليكم. يبدا هكا شويه بلانتات، بلانت منه وبلانت منه، فيهم هكا نباتات سمحين باش اللي يجي باش يدخل دارك يلقى ما شاء الله مزهزه ومنور وتحفون. طبيعة نظافة الداخل تعكس على نظافة البرا. زادا مش تنظف البرا وتنسى الداخل وإلا العكس، تنظف البرا يا مزين من برا شحالك من داخل. ديما ماذا بينا حاجة البرا تعكس الداخل وحاجة الداخل تعكس البرا، وهي هكاكا. وماذا بيكم اللي عندها ستايل زبلة بربي ما عادش تحطوا كسطولة الزبلة حاشاكم، ما عادش تحطوه باب الدار، حطوه ما عادش في تركينة، حطوه لداخل مثلا في المنشر وسكروه. وقت يجي الكاميون نتاع البلدية هاكا، تعرفوا وقتاش يجي تخرجوا البوبيل نتاعكم من غير ما تخليوه هكاكا في وجه الدار في مدخل الدار. راهو باب رزق، باب التفاؤل. انا نقول وقت اللي يرى الواحد انسان هكا متعدي من قدام دارك ويرى حاجه هكا مزيانه باب دارك ويلقى باب دارك نظيف، يحس بالتفاؤل، يحس بالطمأنينة، يحس بالراحه، يحس بالسعاده. مش يرى الخمج حاشاكم ويرى الدنيا الكل ليكا. سامحوني هكا نحكي باللغه كيف ما هكا، اما من كثر مرة برشا بيبان دار بالرسمي شي يحشم ويحسر على الانسانه بكري كيفاش كانوا. نرجع شويه الساعه شويه للفيديو. البنات فات بيا كيما شفتوا اليوم باش نعمل فطيرنا كسكسي. اليوم مستنسى نخلي من الليل الفطور غدوه، الله غالب ما فضليش. باش نعمل فطور كسكسي وبالطبيعه مش يبقى للعشاء، مانيش باش نطيب ديما نطيب كان مره بركه. كيما شفتوا حطيت الزيت وحطيت الفلفل تقلى. اول حاجه لازم نعملوها نقليو الفلفلات هذوك المره الاولى، ومن بعد نحطوا البصيله نتاعنا ونقليو شويه طماطم، نحلها بشويه ماء. انا الطريقه نتاعي الطماطم نتاعي كيما هكاكا، ونحلها بشويه ماء باش ما تتحرقليش. بالطبيعه زيت زيتون راني نطيب بيه على ذاك، راهو ماذا بينا اذا كان زيت حاكم مش مشكل هكا يقاوم هكا درجه الحراره بزيت، اما زيت زيتون ما يقاومش. غاديك حطيت مغيرفتين فلفل ملحي، شويه كركم، شويه فحفقلي، شويه ملح. وهذوما هما الفحات نتاعنا شنو باش نفوح. ونحط الدجاج نتاعي ونقليه شويه فهمتوني. نقلي هكاك معاك الخليط هذاك الكل ونمرقو بشويه ماء. هذاك الدجاج نتاعي باش نضيفه. هذه الطريقه نتاعي نتاع الكسكسي. باش نزيد شويه حمص. انا والله ما نحبش نحط الحمص، اما الاولاد وراجلي بالطبيعه يحبوه هاكا نحط فيه غصبا زاده. هو يجي فيه الحمص اما لا غالب انا ما نحبوش. لا اله الا الله محمد رسول الله. زاد حطيت الكسي نتاعي. انا عندي كسي العلا، انا في الصيف يصيف لازم نعول ونعملوهم الكل ليك البنات. بليت الكسي نتاعي هكا رشرشته بشويه ماء ونخليه شويه. بعد تالي نحط كيف يغلي الصوص نتاعي نحطه يفورمه فوق شويه. في بالي باش نعملوا حمص ودجاج وشويه قرني فلفل، منها راسي قال لي حط فيه شويه خضره. حطيت شويه كرنبيط. شنو الاخر نحبوا برشا انا الكرنبيط. شويه بطاطا لفت في الناريه. قرع ما عنديش اكا، وهذوك هما اللي حطيتهم. وشنو هو الاخير يا البنات، وهذاك هو الخضره اللي حطيتها. عملت غلوه شويه كالدجاج وكليك، وبعد تالي نضيف الخضره ونحط قلت لكم الكسكاس في الكسي باش نحطو يطيب مع الخضره. ويا ربي ورذاك. رجعوا تويك الباب الدار. انا موضوع اليوم باب الدار خاطر برشا بيبان نشوف فيهم بالرسمي شي حشم شي راح ينور من وجهتي. هو باب دار اسمه باب الرزق، باب الامل، باب التفاؤل. شنو مش كيدك تاخذ سبركه هكا وتاخذ تلم باب دارك هكا الصباح هكا وتزهزوا بشويه ترشرش بها، ما تصبش برشا ماء، رشرش تريف ماء منه ومنه. يا حبذا قلت لكم يبداوش عندكم هكا شويه نباتات تحطوا محبس منه ومحبس منه، محلاها هكا يبدا مزيان ويبدا. وريدو اذا كان مش تحط ريدو باب دارك حطوا نظيف مش يبدا مشولق. ويبدا حالته تشكر ربي. تي هاو كم الفريب والله ب 500 دينار فرنك والله موجود. ما تقولوليش هذه ما تقنعونيش، ما فماش نتاع دينار مازال موجود نتاع دينار. وتحطوا مصلي على النبي يبدا باب دارك مزهزه محلاش كان منه. نرجع شويه للفيديو. غادي كان نغسل شويه معونات كما شفتوا.
بالطبيعة قلت هي مادام تبع الكسي مع عندي شوية المعونات، قلت هي خلينا نجبدهم نغسلهم ونمسح هكا دكاكن. الكوجينة الصباح بكري لميتها مانيش باش نلمها هكا جست شوية شوية من بعد وهكا هو البنات. لا إله إلا رسول الله. مشيت قلت لكم تقوموا الصباح تمشيوا تلموا باب داركم تزهزوه تنظفوه تركحوا الامور. تفكروا انسانه بكري ما شاء الله هكا وامهاتنا وكلك يقوموا كل الصباح يا حسره يا حسره ويرشرشوا ويسيقوا وينظفوا، كان الشباك الباب البراني ينظفوه، كان المدخل كان ومغرومين هكا بك النباتات وبك الفازات. نحن هنا كل دار محل انا حمتي ذيقه وحبيت وشتيت هكا نزرع يا ياسمينه يا نزرع شجره متاع زهر. هنا مغرومين بالفازات هذيا. الله غالب انا الحومه متاعي ما هيش واسعه وجيران ما يحبوش وكليكا والله. ثم مره حبيت نزرع وكليكا شويه كلي راجلي قال لي لا وكيفاش هما ما عملوش وانت باش تعملوا الفازات. اما نحب هكا ان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل نحب نحط فيهم بشويه بلانتات منهم منا هيك الكبار هكا على الاقل للمدخل مزيان وكليكا باهي. يا البنات ما فماش البلانتات وفماش النباتات ما فيها باس كيف ننظفوا باب دارنا ونسيقوه. راهو بالحق باب رزق، مش كان للمحل اللي باش نخدموا فيه هذاك راهو باب رزق، حتى دارك راهو باب رزق. باب صغيراتك يدخلوا منه، راجلك كان يخدم يدخل منه. تخيلوا انتم رواحكم هكا باش تدخلوا لدار اسم الله العظيم تلقاو ماليها الكليك مكشبرين من المدخل، تلقى الوجوه مكشبره، تلقى الوجوه ما هيش فرحانه بيك، تلقى اسم الله العظيم تلقى كان الكبي، تلقى كان التشاؤم وبرشا حاجات. بينما كيف تدخل تلقى وجوه مشرها، تلقى وجه مزيان، تلقى وجه هكا فرحان بيك كل شيء. تبدا في قمه سعادتك وتبدا فرحان بالمشيه ليها، وتبدا ماذا بك تعاود وترجع تمشي لك البلاصه اللي فرحوا بك بها. تو كيما بلاصه يفرحوا فيك بها كيما بلاصه ما يفرحوش بك بها. بربي يقولوا لي يا البنات ولا نحكي بالرسمي، خاطر نشوف برشا بيبان دار بالرسمي ينحي نواره من الوجه، نقول وينهم نساهم يخي ميتة نساهم يخي وينهم نساهم هذوما. وتلقى اسمع واللي يقهرك والدواء الأمر تلقاها هي ما شاء الله سيزدوس، تلقاها حتى الحطة تلقاها ما شاء الله. ايه مش مشكلة هذاك صحة وفرحة لخيتي. اما حتى فما برشا تفاصيل في دارك زادها عندهم عليك الحق. صغيراتك وراجلك عندهم عليك الحق باش تعملك الفازات هذيك الكل تشرهم على حويجة كيما انت هما تحبهم يشرهوك. كيما تعطي كيما تاخذ راهو، مش معناها لازم هما كان هما اللي يعطيو، حتى انت زادة تنجم تعطي راهو. وصحيح ديما المرأة ديما معطاءة اكثر من الراجل، اما هذيك هي سنة الحياة. ديما واخذني الكلام وننسى روحي كيما شفتوا نصحتك الرخامات، قفلت معوناتي شللتهم وحطيتهم في الشباك في السقطار، درت قلت لكم على الرخامات عملت لهم طلي هكا سيترول وجافيل كالعاده وديما يتبع الجفاف والكليكا، درت على كل الدبس نتاع الزيت وكل نتاع المغارف مسحتهم ووقت التريكنات هذوك الكليكا درت عليهم مسحتهم. ومش نكمل الطاوله والفور كان نعملهم مسحه خفيفه والكسي بالطبيعه فوق الغازيتي بالبنات. نرجعوا شويه توكل الباب الدار. اليوم هكا الموضوع متاعي باب الدار. باب دارك هو كيما الفيترينا اللي باش نمشيو نشريو من حوايج احلى حاجه تحطها في الفيترينا، والا اخي بحاجه تحطوها بالطبيعه احلى حاجه تحطوها في الفيترينا هكا باش تجلب المشاهدين، تجلب الكليونات اللي متعدي يتفرج، اللي جاي يتفرج تقعد هكا في ذاكرته وكل المشهد اللي شافه المزيان هذاك. زاد باب دارك اختي هيش مش تصعب عليك تاخذ سبركه تاخذ تلم بالدار تزهزوا، تحط شويه ماء وملح في العتبه هكا تمسح به باب الدار. باهي راهو حتى الطاقه السلبيه تخرج من دارك. تحط شويه بخور هكا تطيب دارك وتعطرها بشويه بخور، تحط شويه قرآن هكا تطيب دارك بذكر الله في دارك هكا. وتبدا راهي فما برشا حاجات بالاخص الايامات هذه ايامات مفترجه ايامات هكا عواشر نحن نقولوا مخيارش، مش كان معناها كان في الايامات نتاع رمضان راهو معناها حتى في سور الايام هكا والذكر الصباح هكا تحل التلفزه نتاعك والا شنو عندك هكا تحلو، حتى التليفون تحلو هكا في شويه قرآن شويه ذكر، تحس قلبك يتفرهد، تحسك الدار هذيك بالرسمي عامره بالحاجه الطيبه معطره بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب. زاد والله العظيم تحس قلبك مرتاح، تحس قلبك متفرهد، تحس روحك هكا في انشراح دائم وسكينه دائمه وقلبك مرتاح.
يقولوا لي صغارنا ما عادش يحبوا يقعدوا في الدار، رجالنا ما يحبوش يقعدوا في الدار، والله عندهم الحق بالرسمي، ما فماش حاجة هكا تشجعهم على قعدة الدار. أنتِ عاملة لهم جوهم، عاملة لهم شيختهم، عاملة لهم تفرهيدهم، عاملة لهم طيب دارك مش كيفاش طيب دارك بالكلام الحلو، طيب دارك بشوية بريحة فاوحة، شوية بخور هكا عجعجها. إحنا باللغة العامية متاعنا نقولوا ندوروا الملايكة، خلّيها تدور الملايكة، خلّيها دويرتك تشبع بذكر ربي، خلّيها والكلمة الطيبة مش يدخلوا صغيراتك تبدا اسمع يلّي بيك يلّي عليك، وتبدا اسمع تعيط وعياطك واصل لآخر الحومة. ما نكذبش عليكم راني أنا تصير لي الفازات هاذيك، علاش باش نكذب على روحي. أما الواحد فيسع هكا يرجّع روحه شوية ويقول لا نقّص. الشيطان ينعلو ويخزيه إن شاء الله. نرجع شوية للفيديو متاعنا، والله أنا كي ناخذ نتكلم نسرح. غاديكا عندي كرسي هاكا طاب حطيته حليته هاكا فركته في الشقيلة، باش نحط الصوص نتاعو هاكا ونخلطو بالباهي ونزينو بشوية خضرة. حطيت كيما شفتوا الخضرة شنيا حطيتها، شوية فلفل، هاك اللحمات باش ندورهم، نحط صحين زيتون، شوية برقدان، ويا ربي يرضاك. هذا الفطور لليوم وهذا الفيديو لليوم. بربي يا البنات نعاودو نرجع للفيديو للموضوع نتاعي. يجزيكم تخرنين، حببوا صغيراتكم في الركشة في الدار، في القعدة في الدار. ما نقولوش ها ورجالنا ما تحبش تقعد، عندها الحق يروح الخدمة يبقى الوجه مكشبر. صحيح انتي تعبة زادة تخدم وصحيح برشا حاجات، اما سبحانك ربي عطي طاقة للمرأة تنجم تعمل برشا حاجات اللي ما نجمش يعملهم الراجل. يكذب عليك والله. المرأة ما شاء الله منين تدورها تدور من الخدمة للصغار لدويرتها، برشا حاجات هكا تنجم توفق فيهم، بينما الراجل لا حاجة بركة وشوف قدها شوف ما قدهاش. والحمد لله والشكر لله. لذا وقت يروحوا رجالاتكم يلقاو وجه نظيف، يلقاو دويرة نظيفة، يلقاو وجوهكم نايرة. زاد هما يلزمهم يعملونا برشا حاجات. تو هكا نحكي فيه الموضوع هذا، حتى هما شنو يلزمهم يعملونا زاد، مش كان احنا ديما نقدموا. وما فيها باس الكلمة الطيبة بين الأزواج راهي عندها قيمتها كبيرة. وماذا بيك ما تقولوش لا نحشموا صغارنا تسمع، لا خليهم يسمعوا الصغار، خليهم يتعلموا منكم الكلمة الطيبة بين الأزواج. في صغيرك يسمعك انت وبوه تحكيوا هكا في كلام هكا حب ومودة وطيبة بين بعضكم، حتى هو الصغير هكا في اللاوعي متاعو يستانس بالحاجة هذيك، يستانس بالكلمة الطيبة، يستانس بالكلام بالرسمي اللي يجبر الخاطر. نهار آخر هكا يعرس وياخذ امرأة هكا على الأقل هكا عملت حاجة ترحم عليك الكلمة، ترحم على والديك. إن شاء الله ربي يفضلنا صغيرات ورجالنا ومالينا اللي نحبوهم ويحبونا. ان شاء الله الموضوع اللي جبته لكم اليوم ان شاء الله هكا تستفادوا منه شويه وتطبقوه بالرسمي، تطبقوه خاطر باب الدار الواجهه نتاع دارك، الفيترينا نتاع دارك مش يوم زي من برا. شحالك من داخل كيما تنظف من داخل كيما تنظف من برا. ان شاء الله ينظف عروضاتنا الناس الكليكا. ان شاء الله ربي يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. ان شاء الله ربي يوفقكم الناس الكليكا ورمضانكم مبروك، ونقول لكم بوسه مرصوصه وجمعه مباركه عن الامه الاسلاميه الكليكا. الفيديو اللي اليوم فين نقول لكم بوسه مرصوصه نعاودها، واللي مازال ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. تعليق حلو تشجعوني بيه، ما تنساوش الجامعات بارطاجيو لاحبابكم واصحابكم. انتم في رعايه الله.